انا اعزب بين قوسين بسبب مجموعه اسمهم هيثم. هم عاملين عليا مؤامره يا جماعه. مجموعه كده اسمها هيثم، عارفين ان انا بعرف اختار البنت الحلوه والمحترمه في نفس الوقت. انا اختار وهم يجي ياخدوا، انا اختار وهم يجي ياخدوا. والله انا خدت بالي من المؤامره دي تقريبا كانت المره ال16، كانت ال16 ولا 17 يا غاز؟ كانت تقريبا ال16. كنت بحب بنت معايا في الجامعه قوي، وكل يوم انط لها السور عشان هي كانت في جامعه جنبي وبتاع. ومره واحده ظهر عندهم هيثم شبه عمرو يوسف كده. انتوا متخيلين خشبه بينافس عمرو يوسف على حب بنت؟ تحس عربيه مرسيدس بيسابقها عيل بسكوتر اللعبه ده. فسبتها له. المره الثانيه عرفت بنت كنت هتجوزها خلاص ومامتها عارفه وبتاع. مره واحده لقيتها بتكلمني بتقول لي محمود انا عايزاك تبقى شبه مهند. فانا ما كنتش اعرف مين مهند ده، سالت بابا فقال لي تعالى نشوف مين مهند ده. فشفنا مهند وبابا بص لي قال لي انت عشان تبقى شبهه محتاج 16 عمليه تجميل وحوالي ب 3-4 مليون جنيه فيتامينات. فقمت متصل متخانق معاها وما ده شغل تطفيش. فقامت قالت لي محمود طب تعالى نتقابل عشان عايز اكلمك. فرحت لها، انا قلت يمكن هتصالحني ولا حاجه. قالت لي محمود انا هتخطب خلاص. قلت لها هيثم. قالت لي ايه ده انت عرفت منين؟ انا قعدت اتخيل بقى ان هيثمات دول قاعدين في مركبه فضائيه كده وبيراقبوني ويجيبوا معلومات وممكن يتخانقوا بقى. يعني هيثم شريف يتخانق مع هيثم عبد المنعم، بقول لك ايه انت سبت دورك لهيثم محمود، لا الجايه دي بتاعتي. يا ابني دي كانت حاله انسانيه، الراجل تعبان وعايزين نجوزه. لا يا اخوانا انا عندي فوبيا من الصراصير. المهم قلت طب انا هختار بنتين في نفس الوقت بحيث لو هيثم خد واحده، خليك معايا عشان الافيه ده اتعمل كوميك. لو هيثم خد واحده انا اخد الثانيه. دخلت على 2 زمايلي كانوا معايا في الشغل، قلت انا اكلم غدا الاول. اول ما دخلت على بروفايل غدا لقيتها اتخطبت من 4 ساعات وبيباركوا لها. فقلت اما اشوف بسمه، لقيتها عامله صوره الكفر دي ان هي اتجوزت وبتبصم في القسيمه وعامله لي كده، والله انا حاسس انها عاملها لي انا. فببص على اسماء جوازتهم لقيت هيثم محمود وهيثم عبد المنعم اللي كانوا بيتخانقوا. ما انا اللي غبي حلت لهم المشكله واخترت 2 في نفس الوقت. شكرا. قلت طب سهله سهله، انا اول بنت هشوفها تعجبني هكلمها قبل ما هم ينزلوا ولا يبعتوا حد. فكانت بنت في بنك والله اسمها اميره. فشفتها لقيتها شايفاني، بعكسها لقيتها بتعاكسني، والله العظيم ما مصدق نفسي. فقلت خلاص هي دي، وامن بقى في حد هنا واقف مفيش. فقلت اما اتاكد قبل ما اكلمها. فببص عليها كده بعكسها اخر مره لقيتها ما بقتش بصالي، هي باصه جنبي. قلت له ازيك يا هيثم عامل ايه؟ قال لي هو انت كنت معايا في الجامعه؟ قلت له لا ما انا فاهم القصه خلاص. قلت طب سؤال هم ليه بيعملوا معايا كده؟ عشان انا بعرف اختار البنت الحلوه والمحترمه في نفس الوقت صح؟ طب ما انا اتنازل عن شرط من دول. البنت الحلوه المحترمه بالعقل كده اتنازل عن ايه؟ نزلت عن المحترمه. في حد بيتنازل عن الحلوه؟ هذا كلام. كلمت واحد صاحبي اللي تلاقيهم عارفين الدفعه دي كلها، قلت له يلا خضر ما تعرفش بنت حلوه كده كانت معانا في الدفعه لسه ما اتجوزتش؟ قال لي عندي ليك واحده زي القمر وحياه ربنا ومحترمه واخلاق. قلت له لا 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 بلاش دي اللي عليه الدور. قام قال لي طب في واحده اعرفها من بعيد كده تشوفها تكلمها. قلت له طب خلاص بس حلوه؟ قال لي لا حلوه اضمنها لك. المهم خدت ميعاد مع اهلها ورحت لها، وفعلا قعدت مع باباها ومامتها كانوا ناس طيبين قوي. المهم هي زي القمر بصراحه. فقعدت اتكلم معاهم شويه كده وماماها ماماها باباها ومامتها قاموا علشان انا وهي نتكلم لوحدينا يعني. فانا عمال اتكلم معاها لقيتها فعلا بنت محترمه حلوه ومحترمه. قمت قايل لها هو مين هيثم؟ قامت معيطه.